بسم الله. أنا مسلم، مانيش في حاجة باش نقولها اليوم، وحياتي الكل مسلم برغم التشكيكات الكل اللي صارت فيا، وهذا اعتزاز نقول فيه، راه مش قاعد نبرر في موقف. لكن زاد في نفس الوقت لقطع التشكيكات وقطع الفتنة اللي قاعدة تسير وتدور حولي، نحب نقول للناس اللي قالوا عليا كافر، نحب نقول لهم إجابتي الوحيدة نورمالمون بيني وبين ربي، لكن اليوم كما قلنا باش نقطعوا الشك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يوفى النقاش في الحكاية هذه. خلينا نجيو نتناقشوا اليوم في بعض المشاكل اللي عندي مع بعض الإخوان اللي قالوا لطفي العبدلي في المسرحية متاعو 100% حلال، الكلها تمس من شعائر الإسلام وشعائر الدين وكلها زندقة وتهكم على آيات الله. نحب نقول استغفر الله العظيم، هذا مفهوم غلط للخدمة متاعي. اولا مسرحيه انا حتى كي حكيت فيها 100% حلال فيها مقطع ولا زوز ولا ثلاثه واللي يتفرجوا يعرفوا. ثانيا من بعد الكل ونحكي على الحكومه وعلى النهضه، وبعد نحكي على تصرفات التونسي في حياته، وبعد نحكي على التونسي كيفاش يعيش لبرا، التونسي كيفاش يتعامل مع الثوره والمظاهرات. المسرحيه نتاعي الكل ما تحكيش كان على الدين، وانا حتى كي نقط عمري ما نقط الدين لاحترامي لاني مسلم ونخاف زاد من ربي كما انتم تخافوا من ربي. انا نقدت بعض المظاهر والظواهر اللي قاعده تصير مع التوانسه وعلاقتهم بالدين، وهذا عندي الحق انا ممكن ننقده. فما الفيديو اللي اثارت الجدل وتقلبت عليها الدنيا واللي على خاطرها باش يهدر دمي، هي ساعه هذيك تعملت كان في فرنسا، فيديو بتاع العلم تونس وعلم لا اله الا الله. هذيك تعملت مره، وباش نقول علاش تعملت مره، وقت اللي العلم نتاع تونس تنحى وتحط في بلاصتو رايه لا اله الا الله اللي هي رايه التوحيد، واللي هي زاده نحن الكل رايتنا رانا كلنا نقولوا لا اله الا الله، ما عندنا حتى مشكل. ووقعت في ظروف خاصه لانه هبط العلم، والفيديو هذيك كي تعدات ناقصه، ما قالوش قبلها اش قلت. دونك تظهر كاني انا دخلت طولة مقعد قال تقول اللطف بنت بولد. انا دخلت بالعلم وقتها، علم تونس، لاني انا بالنسبه لي انا علم تونس زاد مقدس وما يتمسش من رايات الاسلام، وفيه رموز الاسلام، فيه الهلال وفيه النجمه وفيه دم الشهداء وفيه الابيض، ذاك نقاهه ونقايه قلوب المسلمين والصفا نتاعنا. اولا بالنسبه لي انا هذوك الزوز يرمزوا ديانتنا وعروبتنا واسلامنا، والحمد لله لا شك فيه. انا حتى كي تكلمت على العالم لا اله الا الله ما تكلمتش لا بتمقعير لا مع عدم الاحترام لكلمه لا اله الا الله. لطف انا غزرت كي قلت كان تونس تحب ردوها لا اله الا الله، معقول، مشروع معقول، ما لي باش يردوا اسمها فك الخوذه هذيك اللي فيها، ونحن نعرفوا ايش معناها ليبيا، ردوها لا حول ولا قوه الا بالله. وقلت فرنسا بلاد اللي فيها الفساد زعما والجو والشيخات شو نسميهم، لا حول ولا قوه الا بالله. ظهر لي في اذايا ممكن كلام ما يعجبش، ممكن تنجم تقول لي ما حقيقش قلتها، ممكن تقول لي راه تنجم تمس من مشاعر بعض الناس اللي باش يفهموك بالغلط، هذه الكل نفهمه. اما باش تقول لي في اذايا كفر وزندقه وتهكم بايات الله، انا الحقيقه نتاع ربي ما نتصورش، وكان عملتها عن غير درايه ربي سامحني قبل كل شيء، فهمتنيش ولا؟ وذا نقول فيه لا خوف من حتى حد، خايف كان من ربي عز وجل، وخايف زاد ان تقع نوع من الفتنه، لانه اليوم كبرت الحكايه سورتو في قليبيا، كبرت الحكايه اكثر من اللازم، ولا التهديدات بالقتل. انا قلت لكم الحمد لله لا اخاف الا الله، بالنسبه لي اللي يعطي الحياه والموت هو المولى عز وجل، واللي كتب له باش يموت حتى في داره. ولو اجتمع اهل الدنيا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما كتبه الله لك، وان اجتمع اهل الدنيا ان يضروك بشيء فلن يضروك بشيء الا ما كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الحمد لله نعرف ربي. أنا قلت لكم أنا عملت الفيديو هذيا مش معناها لا هي تواضع ولا هي زعما قوة هكا وتجارتين. عملت الفيديو هذيا باش تهدى الأنفس. أنا ما عينيش اليوم باش تمشي لقليبيا بالرغم من التشجيعات اللي جايتني من الأطراف الكل، إيجا وش يهمك وباش نحميوك والشعب معاك والحاكم معاك وواحد. أنا طلبت زاد وعملت خطوة والناس الكل يعرفوها، وكلمت برا عديد من الاخوان السلفيين اللي مستعدين يكلموني، وفتحت معهم الحوار بخطوه مني، مش خوف لكن خوف انه تكبر الحكايات ويصير الانشقاق الزايد ما بيننا وبين التوانسه. السلفيين اخواننا مسلمين كيفنا، نحن توانسه، والناس حتى التونيزيان مودرن منهم الا مسلمين.
الناس اللي حاولة هذه تدخل ما بيناتنا هكايا، وهما يعرفوا أنا نعرف وأنتم تعرفوا اللي برشا برشا أطراف أخرى يحبوا ياخذوا الموقف هذايا ويركبوا عليه ويحبوا يردوها حاجة كبيرة ياسر، ويحبوا يدخلونا في بعضنا في حيط. أنا من حسن معناها النية متاعي طلبت من بعض الإخوان، قلت لهم نتقابلوا ونحكيوا، فما حاجات مقلقين ونتفاهموا فيهم، واللي عنده نصيحة لي أنا والنصيحة من الدين ينصحني مش بالتهديد. وأنا راني هذيك الفيديو تاع المقطع اللي تقلبت عليه ما تعملش في بلاصة أخرى، تعمل كان في فرنسا وقتها بارابور للظروف هذيك. والمسرحية متاعي راني مانيش نتهكى مع الدين ومانيش نستهزئ بشعائر الدين، بل في بعض النقد صحيح، ننقد في المجتمع كله بجميع الألوان، وننقد حتى في روحي. ولذا كان فما وخيان يحبوا يسمعوني ويحبوا يتفاهموا معايا ويحبوا نتناقشوا. راني أنا زاد يلزمني نخدم على روحي، ويلزمني نعبر. المجتمع هذا يلزم شكون ينقد الحكومة. لو كان اليوم نوجه في نقد الحكومة وجه النقد للنهضة ماهمش مقدسين، راهو ينقد النهضة ماهوش قاعد ينقد في الإسلام، قاعد ينقد في حزب سياسي وليس له علاقة بالدين بل علاقة بالكراسي. هذا الشيء اللي نحب نقوله. وأخوان ربي يوفقنا، وربي اللي يحب اليوم يسمعني ونمشيو في ثنية ونتناقشوا ونتقدموا بلادنا حشتنا بالحوار اليوم. لو كما قلت لكم ماهوش خوف، كان جيت خايف ما نكملش نخدم وما نجيش لقليبيا وما نمشيش للحمامات وما نمشيش، لكن خايف من الفتنة، خايف من انها الامور تتجاوز. انا بالعكس ما عندي حتى حقد للاخوان السلفيين المتفتحين اللي مستعدين يتفاهموا مستعدين، لكن ونحب نشكر برشا برشا عباد منهم اخوان سلفيين زاده واقفين معنا في الحكايه هذه، لانهم فاقوا اللي فما امور اخرى تخدموا في الحكايه من جهات هما يعرفوهم ونحن نعرفوهم والناس الكل نعرفوا، مش لازم تو نعاودوا الحكايه. ولذا نحب نقول انا جاي باش نعمل مسرحيتي، ماذا بيا ما تتبلبزش لا من لهنا لا من لهنا، ماذا بيا تكون في ظروف خاصه. نشكر اهالي قليبيا والمواطنين الكل اللي قالوا لي اجا ومرحبا بيك وما تخافش، ونشكر زاده الاخوان السلفيين اللي كلموني من البلايص الكل وقالوا لي لطفي يلزمنا نلقاو حل، راهو ما يلزموش العباد هذوما اليوم ينطقونا في بعضنا. نشكرهم هذا نقول لهم من حسن اخلاق. انا فخور برشا بالفيديو هذا، لانه انا بالنسبه اهم حاجه انه ليكيليبر نتاع بلادي اليوم اللي كنا مسلمين، واللي عنده فكره طيبه اليوم المسلم يجيه بس باللين، يجيه بطريقه مسالمه، نفهمه بالعنف راهو ما